السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة في قناتي وقناتكم هيلو فود. هاد الوصفة هي ديال الفقيقسات صغارين مالحين. حاجتنا لهاد الفقيقسات الصغارين: كيلو ديال الطحين، كاس ديال الزبدة مذوبة، كاس ديال العنبة، قرعة ديال المطاغ في هذا الحجم هذا ملون احمر، 3 المعالق ديال الهريسة، ربطة ديال المعدنوس مقطع طريفات صغارين، معلقة ونص ديال الخميرة، شويه د الابزار، معلقه صغيره د الملحه، وواحد الضامه ديال البنه محكوكه. في قصعه كنديروا ديك كيلو الطحين كامل، كنزيدوا له ديك معلقه ونص ديال الخميره المعجونه، القرعه ديال المطاغ، الربطه ديال المعدنوس، وثلاثه د المعالق ديال الهريسه والملون احمر، وكذلك الابزار ومعلقه صغيره د الملحه. وكنجمعوه بالماء دافي، كنجمعوه بالماء دافي يكون شويه قاصح، وكنبقاو نعجنوه وندلكوه هكا بيدينا. والزبده حتى هي كذلك ومثال. كما كتشوفوا غندلكو هكا مزيان في يدي حتى كيرجع ليا بهذا القوام، وكنلويه بواحد الميكا ونخليه تقريبا مده 10 دقائق. هنايا بعد ما ارتاح ليا 10 دقائق كنشد ديك العجين ديالي وكنديرو على شكل حربول هكا، في واحد السطح عامل يكون شويه واسع. كنديرو بحال هكا الحربول وكنشدو كنقطعو هكا طريفات صغارين بالموس اولا باي حاجه، وكنعاود نقطعهم باش يعطيوني ديبول صغارين. ديبول صغارين بحال تقول هكاك تقريبا 150 غرام. 150 غرام يكونوا صغارين، نجمعهم بحال اللي كنجمع قريصات صغار هكا بيديا، ونحطهم ونكمل الكميه كلها بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم هاد الفقيقسات كيجيو غزالين ومالحين. ان شاء الله دابا قرب عيد المولد النبوي ان شاء الله. نحطوهم على الطبيله ديالنا ان شاء الله. كنبقى غادا بهاد الكميه كلها حتى كنسالي الكميه ديالي، وكندير عليهم واحد البلاستيك غذائي ونخليوه يرتاحوا مده 10 دقائق. بعد ما هنايا ارتاحوا ليا 10 دقائق غندير اي كره غنحرب لها حريبلات كما هكذا. هذه الطريقه غنحرب لهم حريبلات. كيمشيو معايا بسهوله لانهم ارتاحوا المره الاولى كعجين، وارتاحوا المره الثانيه على شكل ديبول كما كتشوفوا. وكنشدوا واحد اللاطه كندهنوها بشويه ديال الزيت، ونحطوهم متباعدين وندخلوهم للفران. عيد شمعوا، عيد شدوا لنا يشدوا القوام ديالهم، ماشي يطيبوا، عيد شدوا القوام ديالهم كما كتشوفوا هنايا موضح في اللاطه. كنديرهم في واحد اللاطه واخا ما يجيوش نفس القياس. المهم ها نتوما كتشوفوا كنديرهم هكا وندخلهم للفران. يكون درجه حراره 180 درجه. عيد شمعوا شي شويه ونخرجوهم. بعد ما ها هي كما ما طابوش، عيد شمعوا يشدوا لنا راسهم. غنديروهم في واحد الميكا وما حدهم سخونين، ماشي تيبردوا، ما حدهم سخونين. وغنلويو عليهم هاد الميكا ونخليوهم بحال تقولي يعرقوا شي شويه، باش الا جينا قطعناهم يتقطعوا لنا بسهوله وما يتهرسوش لينا. هذه هي لاستيس. كما كتشوفوا هاد راه الميكا جا فيها شويه د العرق. شديتهم دابا بقيت كناخذ حربول بحربول، وبقيت كنقطعو على شكل مائل طولي. درتو في واحد اللاطه ودرتو على شكل مائل طولي. كنبقى نقطع هكا كما كتشوفوا. باش درت هاد الطريقه ما تفرتش ليا هذا الباكيت ديالي. كنت خليته يطيب باش غنجي نقطعو غيبقى يتهرس ليا الباكيت ديالي، ما غيعطينيش هاد الشكل هذا اللي بغيت. كنبقى غادي بهاد الكميه كلها وانا كنسخن الفران مزيان. غنسخنو في الاول مزيان دابا.
ومن بعد باش غندخل هاد هاد الفقيقسات ديالي باش يتحمروا، غنقصلو شويه العافيه على درجه حراره متوسطه. كما قلت لكم في الاول غنسخنو، وفي الاخر باش يدخل ليا الفقيقسات ديالي غنديرهم على درجه حراره متوسطه. البنات، فضلا ليس امرا، اشتركوا معايا في القناه ودعموني بالبارطاج وبلي لايك وبالاشتراكات، جزاكم الله خيرا، وفضلا وليس امرا. كما كتشوفوا غنمشي مع الكميه كلها. هانتوما البنات راه دخلته للفران وبقيت كنقليه بحال كنقلي الزريعه، كنبقى نحركو بحال كنقلي الزريعه. هذه الوصفه الثانيه اللي هو بالزعتر. حاجتنا هنايا كيلو ديال الطحين، كاس ديال الزبده مذوبه، معلقه ونص ديال الخميره، ملون غذائي اخضر، معلقه صغيره ديال الملحه، وثلاثه المعالق ديال الزعتر. نحكوه مزيان بين يدينا، والماء دافئ للجمع. كما قلت لكم هنايا غنعطيكم جوج وصفات، وحده في ملون احمر وحده ملون اخضر كما كتشوفوه في الاسواق كيتباع. هنايا بديت الوصفه على بركه الله. درت الزعتر محكوك وزدت له الخميره وزدت له الزبده وزدت له كذلك الملون. حتى من بعد درت الطحين والملون، وبديت كنجمع بالماء دافئ. الماء يكون دافئ، ما يكونش هذا سخون بزاف. وكنبقى نعجن كما قلت لكم في الطريقه الاولى. في الاول باش درت ديك الفقاص بالهريسه، كنبقى نعجن الماء، كنبقى مره نديرو هكا بيديا. كما كتشوفوا راني ربيت العجينه تكون قاصحه شي شويه. من بعد درتو في واحد البلاستيكه وخليته يرتاح كما الطريقه ديال الفقاص بالهريسه. وبقيت عاوتاني درتو حربول كبير وبديت كنقطعو باش ندير كرات. الحجم ديالهم 160 غرام. من بعد غنمشي مع الحربول كامل وغندير ديك الكرات كما هكا، بحال تقول كندير خبيزات صغيورين، وغنديرهم كاملين وغنغطيهم بالميكا ونخليهم عاوتاني يرتاحوا 10 دقائق كما درنا مع الفقاس ديال الهريسه. نفس الطريقه الا المقادير كيكونوا مختلفين. هذا كيقولوا له الفقاس ديال الزعتر، والاخر كنقولوا له الفقاس ديال الهريسه. نتمنى الوصفه تعجبكم البنات وتطبقوها، راه ساهله وكتعطي كميه كبيره. هنايا بعد ما ارتاحوا لي الكرات ديالي درتهم حريبلات كما كتشوفوا، ومن بعد درتهم في اللاطه ودخلتهم للفران. يشدوا ليا راسهم، عاوتاني غطيتهم بالميكا حتى يعرقوا ليا. ومن بعد بقيت كنقطعهم وغندخلهم الفران نقرملهم فحال الطريقه ديال الزريعه. الفران اول مره غنسخنو، ومن بعد غنديرو على درجه حراره متوسطه.